السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمام جامع القاضي يحيى بتقاطع شارع الأزهر مع شارع بورسعيد بالموسكي بالقاهرة. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب أي حاجة من السيدة عيشة وتيجي لهنا علشان نتكلم مع بعض عن تاريخ القاضي يحيى والجامع الجميل بتاعه اللي بناه في سنة 848 هجري 1444 ميلادي. صاحب الجامع هو القاضي زين الدين يحيى ابن عبد الرازق القبطي الأرمني. حد يقول لي ازاي قبطي وازاي ارمني؟ ارمني لان اصله من الارمن ولذلك كان مشهور حتى بالاشقر، وقبطي لانه اتولد وعاش واشتغل واترقى ومات واتدفن عندنا هنا في مصر. فكلمة قبطي هنا مش معناها العنصر، مش معناها ان هو مصري، معناها في المصادر دي ان هو كان مسيحي هو وعيلته وبعد كده اعتنقوا الاسلام. هو واحد من ارباب الاقلام، بمعنى المماليك اللي كانوا بيحكموا الدولة المصرية، الدولة المملوكية، اللي بيشكلوا الجهاز الإداري كله، اللي منهم العسكريين، منهم السلطان، ومنهم كبار أمراء الدولة وكل المناصب الحساسة في الجيش بدءا من أتابك العساكر اللي هو وزير الدفاع. دول كانوا بيسموهم أرباب السيوف. كان بيعاونهم بقى في الجهاز الإداري للدولة المملوكية فئة تانية اسمها أرباب الأقلام. دي من المدنيين المعممين، حتى الواحد منهم بيسموه شيخ معمم وبيلبس عمة بناء على درجته ووظيفته، شكل العمة بيختلف. منهم القضاة والمشايخ والفقهاء والوزراء والمحتسبين. القاضي يحيى بقى كان واحد منهم. هو بدأ حياته انه هو يتدرج وسط الكتبة الأقباط لغاية ما مسك منصب ناظر ديوان المفرد. ده الكلام ده أيام السلطان برسباي. ديوان المفرد ده هو الديوان المسؤول عن المماليك السلطانية وعن اقطاعاتهم ومصروفاتهم، المماليك اللي السلطان بيشتريهم. بعد كده اتعزل من ديوان المفرد ومسك ناظر الاسطبل السلطاني. الاسطبل السلطاني بقى بكل ما فيه من الخيول والجمال. بس هو خد الوظيفة دي بالبذل. يعني ايه البذل؟ حاجة كده زي الرشوة، بس الرشوة انت بتدفع فلوس علشان تاخد خدمة، البذل بتدفع فلوس علشان تشتري وظيفة. الكلام ده كان موجود طول عهد دولة المماليك، خصوصا المماليك الجراكسة اللي هي الدولة التانية، ان السلطان او من ينوب عنه يبيع الوظائف دي. فكان الامير يروح يقترض فلوس علشان يشتري الوظيفة على امل ان هو بفساده وبعلاقاته ومن حكم بقى منصبه ان هو هيعوض الفلوس دي بعد كده. لكن القاضي يحيى اتعزل بعد شهور علشان الوظيفة تتباع لحد تاني، فلبس البيجامة وقعد في البيت واتعزل وهو مديون وفقير، لغاية ما رجع تاني لدواوين الدولة المملوكية ومسك ناظر ديوان المفرد للمرة التانية. بس عن طريق مين بقى؟ عن طريق أمير اسمه قسطغون الاستدار. ده في عصر مين؟ في عصر السلطان الظاهر جاكمك. علشان هنا لو بصينا على الجامع، هو عصر السلطان الظاهر جاكمك هو العصر الذهبي للقاضي يحيى اللي عمل فيه كل حاجة. نبص هنا، أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى، المقر الأشرف الكريم الملكي الظاهري. هنا كتب لقب السلطان جاكمك، لقبه كان الظاهر. ما كتبش بقى القاضي يحيى، ما كتبش اسمه هنا، لكن حط الرانك بتاعه، الشعار اللي كان بيحطه على المنشآت اللي بتخصه، الختم بتاعه اللي هو ده رانك ضوادار. الظاهر جاكمك حكم 16 حوالي 15 سنة لغاية ما مات في سنة 857 هجري 1453 ميلادي. الاستدار بتاعه بقى اللي هو مسؤول القصر السلطاني بكل ما فيه من الغلمان والجواري والمطابخ وكل المتعلقات بتاعة القصر، كان أمير عند الظاهر جاكمك، قلنا اسمه قسطغون الاستدار. هو ولي نعمة القاضي يحيى، وهو اللي رجع القاضي يحيى تاني للشغل، وهو اللي رجعه من بيته. القاضي يحيى يعمل فيه ايه؟ يقعد يدبر ويتكتك ويخطط علشان يعزل قسطغون الاستدارية علشان يتولاها هو. وزي ما بيقول ابن تغري بردي: لا تموت النفس الخبيثة حتى تسيء إلى من أحسن إليه. وبالفعل عزل قسطغون الاستدارية وبقى القاضي يحيى هو الاستدار بتاع السلطان الظاهر جاكمك وأقرب الأمراء للسلطان الظاهر جاكمك. وهنا خدوا بالكم إن هو من المدنيين، احنا قلنا إن هو من أرباب الأقلام، وده حدث نادر في الدولة المملوكية إن يبقى حد من المدنيين المعممين يوصل للمكانة والحظوة دي عند السلطان. معدودين على الصوابع الأمراء دول. كان اللي يعاد القاضي يحيى يبقى بيعاد السلطان، واللي يحب القاضي يحيى بيحب السلطان. اللي يزعل القاضي يحيى ممكن السلطان جاكمك يطير رقبته.
بعد كده السلطان جاكمك مسكه كمان محتسب القاهره. الحسبه دي وظيفه بتجمع النهارده بين 7 وزارات، يعني بنتكلم ان ربع الحكومه كانت مع القاضي يحيى وهو اللي بيجمع الفلوس. فعمل ايه بقى؟ عمل حاجه، قرار كده طلع بيه علشان يزود الفلوس بتاعه السلطان وفلوسه. استولى على اموال الرزق. ايه الرزق ده؟ الرزق او الرزقه اللي هي اراضي كان بيخصصها الخلفاء والسلاطين والملوك على سبيل الانعام والاحسان للمماليك، وبيعفوها من الضرائب وبيعطوهم بقى حجج شرعيه. المماليك بقى اللي فقدوا وظائفهم او الارامل بتوعهم وايتامهم بعد ما المماليك يموتوا، حاجه كده زي نظام التامينات والمعاشات. فراح القاضي يحيى قال للسلطان جاكمك ازاي يستولى على الفلوس دي وخدوها. وبعدين راح فرض ضريبه جديده. الضريبه دي فرض على كل فدان 100 درهم في السنه. وزي برضو ما بيقول ابن تغري بردي: الدال على الخير كفاعله فالدال على الشر كفاعله. لان فضلت العاده السيئه دي، السلاطين بتوع المماليك اللي حتى جم بعد القاضي يحيى لو ان هي حاجه حلوه، قالوا احنا ما فرضناهاش بس هي موجوده وهتكمل، حاجه بتجيب لنا فلوس. الغريب بقى ان الفلوس دي اللي القاضي يحيى خدها واستغل نفوذه وقربه من السلطان وشغلته كمحتسب، كان بياخدها ويبني بها جوامع. فبنى 3 جوامع، اهمهم هو الجامع اللي احنا فيه ده. بنى جامع تاني في بولاق ابو العلا، والجامع الثالث بتاعه في الحبانيه. الجوامع دي كلها باختصار يعني اتبنت بفلوس حرام. قولا واحدا مفيهاش كلام. كان يروح يستولى على الاوقاف ويستولى على الاملاك ويستولى على اراضي الرزق وياخد الضرائب من الناس ويجي يبني بها جوامع. موضوع برضو انك تبني جامع في العصر المملوكي، الجوامع مش زي النهارده انك بتعمل زاويه في دور الارض من عماره، لا ده زمان ده كانت مؤسسات زي الجامعات النهارده محتاجه الاف الافدنه من الاراضي الواقفه علشان تصرف عليها. مش انك تاخد الارض دي اصلا الموضوع ده صعب، انك تجيب مواد البناء ده اصعب، انك تفضل مشغله وتفضل الصلاه والشعائر مقامه فيه. فالموضوع ما كانش سهل، خصوصا لما تلاقي امير مملوكي بنى جامع، ده احنا بنشك. امال بقى لو بنى 3، في حين ان السلطان بتاعه ما بناش الا جامع واحد بس. السلطان جاكمك له خصوصيه ان جاكمك اصلا يقول لك ايه، هو ما كانش بيحب العماره. حتى الجامع اللي هو بناه، اللي جاكمك بناه جنبنا هنا في درب سعاده، ده كانت مدرسه ايوبيه وجاكمك جددها واتنسبت له. انما الامير بتاعه يبني 3 جوامع زيه زي قايتباي. قايتباي له 3 جوامع، زيه زي الاشرف برسباي له 3 جوامع. فلازم نسال الفلوس دي جت منين. فبقى عامل الشعراء، حتى واحد من الشعراء يقول لك ايه، قال بيتين من الشعر كده عنه، معلش يعني واذا كنا احنا في جامع بس هيتقالوا زي ما هم. يقول لك ايه: بنى جامعا لله من غير حله فجاء بحمد الله غير موفق، كمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق. ده الكلام شرح نفسه يعني اللي بيتقال، اللي الشعراء قالوه عن القاضي يحيى. طيب أفول بقى نجمه، وهينتهي امتى القاضي يحيى بقى؟ هيبدأ نهايته أول ما هيموت السلطان الظاهر جاكمك. قلنا الظاهر جاكمك مات في 857 هجري 1453 ميلادي، وجه بعد منه ابنه العزيز عثمان ابن جاكمك. ابنه بقى جه لقى خزينة الدولة فاضية مفيش فيها فلوس. قال لهم دلوقتي يا جماعة أمراء المماليك والمستشارين والمساعدين بتوعه، قال لهم دلوقتي بابا ساب الخزينة ما فيهاش حاجة، فاحنا عايزين فلوس. فالمستشارين بتوعه قالوا له خلاص نجمع فلوس من الأمراء، كل أمير يتبرع. عملوا حاجة كده زي إيه يعني صندوق تحيا المماليك، كل واحد يدفع فلوس. فجاء الدور على القاضي يحيى، دفع لهم 30,000 دينار. فالسلطان العزيز عثمان بن جاكمك قال له 30,000 لا ده لسه كتير قوي، عايز كام يا مولانا؟ أنا عايز منك 500,000 دينار. 500,000؟ قال لهم لا ما عنديش، ما معيش يكمل. فقعدوا يعذبوا فيه، عذبوه لغاية ما طلعوا منه. هم ما قفلوش 100,000، يعني كان آخرهم معاه 97,000 دينار بعد التعذيب. وبعدين سابوه، راح بقى قعد في البيت. وكل سلطان مملوكي يجي بعد كده يجيب القاضي يحيى، منهم زي إنال رجعه للشغل تاني وبعدين نفاه.
للحجاز ونفاه لبيت المقدس، وبعدين يصادر امواله. اتصدرت اموال القاضي يحيى في التاريخ المملوكي 19 مره، وفي كل مره بيطلعوا منه فلوس جديده. انا مش عارف ازاي، يعني بعد ما خدوا منه الدنانير والدراهم والفلوس اللي هو مخبيها تحت البلاطه وعرفوا بقى بدأوا يدوروا على الأصول. أصوله كتيرة، ده له قصر في المكان الفلاني، ده له بيت في الناحية الفلانية، ده له وقف في الأرض اللي هي في البلد مش عارف إيه، آلاف الأفدنة. ياخدوا الحاجات دي وكل مرة يطلعوا فلوس جديدة لغاية نهايته بقى لما جه السلطان قايتباي. قايتباي ما كانش بيحبه أبدا، معرفش ليه يعني. القاضي يحيى عمل فيه وهم صغيرين، قايتباي ما كانش بيطيقه، ما كانش بيهزر. قايتباي بقى قال لهم إيه؟ قال لهم ده يتعذب يوم ويوم، يعني تعذب يوم وتريحوا يوم، تعذب يوم تضربوه يوم. والراجل كان كبر في السن، لان هو مواليد اصلا احنا مش عارفين تاريخ مولوده بالظبط، بس هو مواليد بدايه القرن التاسع الهجري ال15 الميلادي. قايتباي حكم في 872 هجري 1468 ميلادي. وبعدين قايتباي بقى لما زهق بقى من التلطيش اللي هو بيلطشه للقاضي يحيى، قال لهم بقى خلاص خدوه ودوه السجن، اسجنوه بقى في ايه؟ في اي برج كده من ابراج القلعه. وبعدين مات في السجن من التعذيب، مات وهو عنده 80 سنه. راح قالوا لقايتباي صاحبك مات، قال لهم لا انا عايز اشوف جثته، هاتوهولي. جابوه لقايتباي وفي القلعه قدامه، هو في القصر بتاعه. قايتباي لما شافه رفسه برجله وهو ميت، وقال لهم خدوا بقى جثته الرمه دي وادفنوه في الجامع بتاعه، يقصد بيه الجامع ده، بعد ما يغسلوه ويكفنوه ويصلي عليه. فكان ده المصير الاخير للقاضي يحيى اهو. الله يرحمك يا قاضي. حتى هتلاقوا النص ده بس مش هنعرف نقراه لان الاضاءه زي ما انتم شايفين، بس هو مدفون هنا. بالنسبه لعماره الجامع، مات وهو عنده 80 سنه في سنه كام؟ بعد قايتباي بسنتين، يبقى 874 هجري 1469 ميلادي. دي كانت نهايته. الجامع بقى هو عمله مدرسة لتدريس المذهب الشافعي. خدوا بالكم ان هو عمله على نظام الايوانات اللي هي المدرسة، 4 ايوانات متعامدة على الصحن. وهنا الصحن في عصر دولة المماليك الجراكسة بيبقى صحن صغير وبيتغطى بشخشيخة اللي فوق دي، وبعدين هنا سدلة، يعني ده بنسميه ايوان القبلة، وهنا سدلة وقصادها سدلة تانية. السدلتين دول اللي هم ايوانات بس صغيرة. وعمل فيه خلاوي للصوفية، وعمل حمام، وعمل سبيل وكتاب، سبيل للناس تشرب. متبقي برضو من النصوص بتاعة القاضي يحيى النص ده نص اصلي اهو: المشيري السفيري الزيني. المشيري السفيري الزيني مين بقى؟ ابو زكريا. ابو زكريا يحيى اهي، يحيى فوق جايب المقلوب كده شايفينها، ده يحيى، وتحتها ابو زكريا. ابو زكريا يحيى امير استدار، الوظيفه اللي احنا قلنا عليها اللي هو مسؤول القصر السلطاني. الجامع اتجدد ايام لجنه حفظ الاثار العربيه والخديوي عباس حلمي الثاني في سنه 1313 هجري. حتى هنلاقي التاريخ اهو، دايما التواريخ دي اللي احنا قلنا هنا مكتوب 1303، يعني هو بيتجدد من ايام توفيق واكتمل في سنه 1313 ايام الخديوي عباس حلمي الثاني، زي ما هنقرا دلوقتي على المنبر. دي تواريخ الترميم بتاعت لجنه حفظ الاثار العربيه. حتى لجنه حفظ الاثار هي اللي عملت دي. لو كبرنا حتى اهو وقربنا كده هنلاقي التاريخ اهو هنا، حاجه 300 و1000 1300 هجري، واسم عباس حلمي الثاني هنلاقيه هنا. نقراه برضو على المنبر. لجنه حفظ الاثار العربيه صرفت على الجامع ده 2711 جنيه. شوف سنه كام؟ 1313 اللي هو 1896 1895 في الوقت ده، وده مبلغ ضخم جدا. بصوا، تجدد هذا المنبر والجامع في عصر الخديوي المعظم عباس حلمي الثاني أدام الله أيامه في سنة 12 و300 و1000 1312 هجري. وهنا الرانك اللي احنا شفناه بره، رانك الضوادار، نفس الرانك ده موجود برضو على المنبر بتاع الجامع بتاع القاضي يحيى اللي في الحبانية. بس المنبر بقى الثالث اللي هو موجود في بولاق مكتوب عليه تجديد أيام الملك فؤاد. زي برضو ما هنطلع بره ونشوف نص تاني. لو المدخل اللي احنا دخلنا منه الأصلي اللي هو ده، في بقى مدخل تاني الناس بتدخل منه النهاردة
لما جم ايام الملك فؤاد شقوا شارع الازهر. ذلك احنا بنقول ان الجامع مميز في ايه؟ ان هو ما بين تقاطع شارعين، شارع الازهر مع شارع بورسعيد. يعني عايز ادخل، عايز اخرج من هنا بس للاسف هم قفلوا الباب، نديله. التقاطع ده خلى الجامع مميز. جه بقى الملك فؤاد شق الشارع اللي هو شارع الازهر في الثلاثينات. تعالى يا عم خرجني. هخرج من الباب ده لا من هنا، من هنا مقفول. طيب خرجني من هنا ماشي. هنشوف اهو من هنا تاني. الواجهه بقى اللي احنا هنصورها من بره دلوقتي كانت لجنه حفظ الاثار العربيه. لجنه حفظ الاثار العربيه عملت رسمه اتنفذت ايام الملك فاروق. هنا بصوا الاول المأذنه كملتها لجنه حفظ الاثار برضه. فيقول لك ايه؟ ان كل المآذن بتاعه القاضي يحيى الثلاثه اتقطشوا. فالمآذن اللي اتقطشت دي اتقطشت عشان هي اتعملت بفلوس حرام. ما كل المآذن المملوكيه كانت في وقت من الاوقات اتقطشت. فهل يعني كل المآذن المملوكيه بفلوس حرام؟ نظريه برضه، يعني هم كلهم بفلوس حرام، بس مش معناها ان المأذنه بتقع علشان كده. شوفوا تاني بقى المدخل التاني اللي هنا تحت الكوبري على طول. قلنا الشارع اتشق ايام الملك فؤاد، ده شارع الازهر اهو. هنا الواجهه دي رسمتها لجنه حفظ الاثار العربيه واتنفذت ايام الملك فاروق. جوه الشباك ده احنا شفنا الضريح بتاع القاضي يحيى اهو. شوفوا بقى مكتوب ايه هنا؟ تجددت، شوفوا النص ده، تجددت هذه الواجهة في عهد الملك الصالح فاروق الأول في سنة 58 و300 وألف 1300 تاني في عهد الملك الصالح فاروق الأول. من ألقاب فاروق كان الملك الصالح. 1358 هجري اللي هو 1939 ميلادي. وبعدين بعدها بسنة في 1359 جه الملك فاروق صلى هنا الجمعة اللي هو في سنة 1940 بنفسه، وافتتح بقى الجامع بعد ما الواجهة دي اتعمل. أعتقد مفيش حد في مصر ما شافش الجامع ده. يعني أي حد زار شارع الأزهر. تاني المأذنة بانت أهي، والنص اللي فوق ده أهو مكتوب عليه التجديد بتاعها أهو. حتى شايفين حلمي الثاني بانت أهي ولجنة الآثار العربية بصوا على مأذنة جامع المؤيد شيخ وعملوا زيها، لأن المأذنة دي ما كانتش كاملة. مميز. وهنا كمان كان السور الغربي للقاهرة الفاطمية على الخليج، وكان في هنا باب اسمه باب الخوخة. دي المأذنة بتاعة السلطان جاكمة، الجامع اللي احنا قلنا في درب سعادة اللي هو السلطان. شوفوا حتى عمارة جاكمة فقيرة ازاي بالنسبة للقاضي بتاعه. احنا بنزور الأماكن دي كل يوم جمعة. الجمعة الجاية اللي هي 28 يوليو عندنا جولة للسلطان حسن والرفاعي، هنبدأ الساعة 10 من ما بين الجامعين. ويوم الأربع 26 يوليو عندنا الأربعاء الدائم مع الدكتور محمد الششتاوي الساعة 8 فوق سطح مركز الرابع الثقافي. هنتكلم عن حركة علي بيك الكبير. ويوم السبت 29 يوليو أنا عندي ندوة في قصر الأمير طاز الساعة 7. تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق رقم الواتساب اللي موجود على الصفحة. ما تنسوش تعملوا شير. نشوفكم إن شاء الله في أثر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.